السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. وصفة اليوم فيها 3 وصفات، يعني بعجينة واحدة. شوفوا الانواع اللي خرجتهم هايلين، يعني يجوكم في كل المناسبات. تبعوا معايا ان شاء الله المقادير. شوفوا طريقة التزيين بسيطة جدا غير مكلفة. هنايا راها عجينة واحدة ولكن كل واحدة وعندها مذاق خاص، يعني هذه في الأعياد خاصة ولا المناسبات غادي تكون عندكم. تنجزوها في مدة قصيرة بزاف وتحمر لكم الوجه. خليكم تشوفوا الصور وندخلوا الآن في المقادير. شوفوا معايا المقادير. عندي كما كنت لاحظوا هنايا البيض. دوك نهضر على البيض. عندي 3 بيضات و3 صفار بيض. نعاود 3 بيضات و3 صفار بيض. عندي كاس زيت. عندي تقريبا 2 كيسان سكر غلاس سكر ناعم وواحد مايزينا، وعندي ليغو و3 مغارف كاكاو و2 خماره ورشه ملح. من بعد دوك نهضر على ليغو. نبداو على بركه الله. نجيب هاد القصعه، نحط البيض و3 بيضات و3 صفار بيض، نزيد عليهم السكر غلاس ونبدا نخدم بيدي حتى ندخل داك البيض مع السكر غلاس. وهنا في المقادير حاجه ما وريتها لكمش، اللي هي لا مارغارين. علاش بغيت نوريها لكم وحدها؟ خاطرش دائما الناس النوع هذا تاع لا مارغارين دائما. راكم تشوفوا هنا زدت رشه ملح، زدت سكر غلاس مع رشه الملح، ونبدا نحل ولا نخلط بيدي بهذا الشكل. من الاحسن يكون اناء كيما هكا واسع. وها هي الزبده اللي قلت لكم عليها لا مارغارين. كاين لا بليبار تاع الناس يقول لك لا ما تصلحش للكاطو. درت 500 غرام، اذا درتها كامله صدقوني خرج كاطو صابلي، يعني من النوع الرفيع. اذا درت هاد لا مارغارين كما كنت تشوفوها غامولي، من الاحسن تكون على درجه حراره الغرفه. كي كل شيء يتداخل مع بعضه نزيد كاس زيت، كاس كما كنت لاحظوا، ونبدا نخلط مليح حتى يتداخلوا مع بعضهم. ومن بعد نزيد الكاس نتاع المايزينا. هادو هما المقادير بسيطه جدا وتخرج لي 3 انواع. والكاطو اللي شفتوه في البدايه طريقه التزيين تاعه عندكم الاختيار، يعني راه الطبخ فن، يعني التزيين كل وحده كيفاش تبغي تزين الكاطو تاعها. ومن بعد هنا نزيد الفرينه. غادي نزيد غير 2 كيسان. هذا الكاس الاول، نزيد الكاس الزوج، ونبدا نخلط بيديا حتى كل شيء يتداخل مع بعضه. وهنايا شوفوا واش غادي ندير. اذا هنايا غادي نفرق العجينه غادي نقسمها. شوفوا غير بالاصبع نتاعي غادي نقسمها على 4، يعني يتخرج لي 4 تاع 4، يعني الربع الاول الثاني الثالث الرابع. واش غادي ندير؟ غادي واحد من هاد الارباع غادي نديره في هذا الاناء، خاطرش هو غادي يكون نوع معين من الكاطو. اذا نجي نقلعه من هاد الاربعه ارباع، قلعته كاع. وهادو 3 ارباع نزيد لهم الكاكاو. هنا 3 مغارف كبار كاكاو. نبدا نخلط حتى ندخل هذيك الكاكاو كاع في العجينه. وهنا تجي المرحله نتاع ليغو. قبل ليغو راني زدت هنايا شوفوا كاس فرينه وساشي خماره كيميائيه
نعاود زدت كاس فرينه وساشي خماره كيميائيه ونص ساشي نتاع هاد الخماره الكيميائيه، تسمى ساشي ونص. ونبدا نخلط، تندخل ديك الفرينه، ومن بعد غادي هاد الخليط كاع غادي نقسمه. قبل ما نقسمه هنا خاطرش راني نتبع الفيديو ونهضر، هذا الكاس الزوج صافي دير هادوك 3 ارباع انا زدنا لهم 2 كيسان فرينه مع كيس خماره تاع كاطو ونص. هنايا هنا اللي غادي نجي ونقسمها على 2. علاش؟ لان كل جزء غادي ندير له الكو تاعه. انا الكو اللي استعملت كو تاع الشوكولا والكو تاع الكراميل، اذا تشوفوا 2. نقلع واحد نديرها على جهه باش كل واحد نخلطه وحده. تسمى هنا شحال راه عندي 3. واحد تاع الربع الاول اللي قلعته، وهادو 3 4 خرجوا لي 2 اجزاء. الجزء واحد غادي ندير له كراميل نتاع الشوكولا، الكو كراميل، والزوج ندير له الكو نتاع الكراميل. تسمى واحد شوكولا وواحد كراميل. وهنا تاني لكم الاختيار، ما بغيتوش ديروا الكاكاو وتخلوا العجينه كما هي وديروا ديكو واحد اخرين، لكم الاختيار، هذه غير فكره. ومن بعد كل جزء غادي نبدا نزيد له الفرينه. غادي نزيد الكاس الاول ونشوف اسكو يكفيني غير هذا الكاس ولا نزيد. هنا ما نجمش نضبط لكم الكيسان اللي غادي نزيدهم، لان كل حاجه ماشي كل حاجه، يعني هذا تو ديبون على الفرينه كيفاش دايره. راكم تشوفوا كملت كاس، هذا كاس، وانا نشوف العجينه تحت يدي كيفاش دايره. هنا ديجا راه تبان راها تتلم، يعني ما عادش تتلصق بزاف في الاصبع نتاعي. هاني كملت الكاس. هي العجينه غير تشوفوها ما تتلصقش وتكون طريه كيما هكا، صاي سي بون، راه حاجه راها مليحه. اذا هذه العجينه الاولى، شوفوا كيفاش دايره طريه ما تتلصقش مليحه. نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها على جهه. نمشي للجزء الاخر. هذا تاني نزيده كاس فرينه كيما زدت الاخرى. شوفوا كيفاش راني خايفه ندير غير بالسياس، راني خايفه ندير الفرينه وتقسح لي العجينه. اذا وهي تحت يدي نشوف اسكو تسحق كاع داك الكاس. اذا درت داك الكاس كومبلي، هي تلمت العجينه. قلنا المهم تكون طريه وما تتلصقش. هي ما تلصقش وطريه. ثاني هي نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها على جهه هكا. ودرك نمشي لهذاك الربع الاول اللي كنت قلعته، غادي نزيده فنجان كاوكاو، هذا محمص ومرحي، غادي يعطي الكاطو واحد لو شباب بزاف. وغادي داك النص تاع الكيس الخميره الكيميائيه اللي كان باقي نزيده هنايا. اذا نصف كيس خميره كيميائيه. وهنايا بيسك هذه ماهاش فيها الكاكاو، ماهاش قاصحه بزاف هاد العجينه، غادي ندير الفرينه تقريبا 2 كيسان. هذا الكاس الاول هاني كملته كاع، هذا الكاس الاول. وهنا محتاجيتش غير كاس، تقريبا درت تقريبا 2 كيسان. هو الكاس الزوج. هنا تاني قاعدت ندير غير بالسياس ونشوف حتى كملت الكاس كاع. هي بدات تحكم روحها العجينه.
راني عطيتكم تقريبا كاع المقادير، حتى المقادير نتاع الفرينه. وتقريبا هنا شوفوا هذه بعدا واحد نسيت ما قلتهاش، هنا جيت نزيد الكاس الثالث بصح ما درتهش كاع. شوفوا دوك نوري لكم من هذا الكاس الثالث شحال درت باش تعرفوا العبار اكزاكت. وهنا دائما نقول لكم ما تنساوش سا ديبون على الفرينه كيفاش دايره. انا هذه الفرينه اللي استعملتها هي اللي عطاتني هذا القوام. راكم تشوفوا شحال راني ندير غير بصباعي. وتقريبا راه العجينه صايره شدت روحها، راها طريه ما تتلصقش. هذا هو القوام اللي نحبس عنده. نلمها شوفوا تاني هي طريه تاني ما تتلصقش مليحه. نديرها تاني هي في الكيس بلاستيكي. هنا نوريكم الفرينه، هذا الكاس كومبلي تقريبا ديت منه جوج اصابع. شوفوا زوج اصبع ديتهم فرينه من كاس كومبلي. نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها. ودرك نمشي نبدا نخدم كل عجينه وحدها. نبدا بهذه العجينه الاولى، غادي ندير هليلات، ندير كويرات هكا صغار، ونبدا نصنع الهليلات ونشوف انا الحجم اللي راني باغيته. هنا راني غير نسيي هكا مليح، هكا مليحه. اذا واش ندي هاد نعاود نرجعها كويره ونجي نوزنها باش نخدم شحال من كويره باش تسهل عليا الخدمه. كي نوزنها لقيت فيها 30 غرام. دوك 30 غرام غادي ديك العجينه كاع نخدم كويرات منها ونوجدهم على جهه في بلاطو، نديرهم نغطيهم بكيس بلاستيكي ونبدا نخدم كل وحده وحدها. اذا ندير بهذا الشكل. اللي عندها المول تاع الهليلات ديال المول، انا ما عنديش المول، ندير غير بالاصابع نتاعي، يعني عيني هي ميزاني كيفاش نخدم هاد الهليلات. وندير في بلاطو. هذا البلاطو هنا ما ندهنه، ما ندير حتى حاجه خاطرش العجينه فيها الزيت. نمشي دروك هذيك العجينه اللي فيها الكو كراميل ولا كو شوكولا، ندير فيها المول تاع السيليكون. هنا عندكم لكم الاختيار، لي مول تاع السيليكون راهم انواع واشكال. اذا انا درت هذا النوع تاع المول. هنا ها هو الكاطو طاب تاع الهليلات، راني وريت لكم كيفاش طاب. خاطش في ساعه يطيب واحد مده الطهي هكا 20 دقيقه. والنار تكون في الاول الفرن يكون على درجه حراره عاليه، من بعد نديره فوق المتوسط ونشعل تاني الفوق، والفوق تكون النار خفيفه باش في الساعه يطيب الكاطو باش تجي هذيك تاع 20 مينوت. تقعدوا منقصين النار ما غاديش تكون 20 مينوت وما يطيبش غايه الكاطو. اذا تكون النار فوق المتوسط والفوق تاني نشعلو نقصو ونعسه عندي ميم با 20 مينوت يطيب. درك هذه العجينه الاخرى تاع الكول الاخر. هنا هو الرقص. راكم تشوفوا كيفاش درت في كيس بلاستيك بهذا الشكل. هذا التوريق اللي يجيني سهل احسن من نورق مباشره غير رولو على العجينه هكا يجيني مليح. هنا راني غير لي بوغ هكا راني نسقمهم، كانوا هكا مقطعين. وهنا تاني طابع كما بغيتوا الطابع تستعملوه. انا درت هذا الطابع المدور. قلت لكم طريقه التزيين هذه غير فكره وانتم لكم الاختيار. شوفوا الخدمه كي تكون منظمه في الساعه تعجبوا. تخيلوا في مده قصيره غادي ديروا 3 انواع من الكاطو الصابلي. وندير في البلا وندخلهم الفرن يطيبوا. نوري لكم كيفاش طابوا. ها هما، ها هو الكاطو كيفاش طاب.
هادو النوعين تاع الشوكولا وهادو الهليلات. راكم تشوفوا هنا مشقين بصح كي نجي ندير التزيين ما تبان حتى حاجه. نجي للتزيين تاع هاد الهليلات قلت لكم برغم انهم مشقين خاطرش العجينه فيها الكاوكاو سي نورمال شويه تشقق، بصح كي نجي نزينها ما غادي تبان حتى حاجه. اذا هذا عسل حميته باش يولي جاري شويه، ودرت كيما هكا كيما كنت تلاحظوا طليه تاع عسل، وندير الكاوكاو محمص ومرحي. اذا درت غير نص تاعه. اذا كاع نكمل عليهم ندير النص نتاعهم هكا فيه العسل والكاوكاو. حتى نكملهم كاع ونمشي نوجد الطليه نتاع الشوكولا. شوفوا استعملت امباسادور نوار وامباسادور تاع الشوكولا. نجموا تستعملوا امباسادور نوار ولا الشوكولا تاع الحليب ديك الرخيصه. درتها في بان ماري وتبدا تطلق روحها هكا الشوكولا. علاش بغيت نوريكم واحد الطريقه. راكم تشوفوا الشوكولا كي تبدا تذوب نبدا نزيد لها الماء. لاحظوا كاين شحال من واحد يحسب بلي الشوكولا كي يزيدوا لها الماء تخسر، خاطر شوفوا كي نزيد لها الماء كي تولي دايره. هذه هي تعمدت باش نوري لكم هذه المرحله. شوفوا كي بدات تدير شوكولا تقولوا صاي خسرت، كاين اللي يقيسها يقول لك صاي راه ضاعت الشوكولا، ولكن لا، نقعد وهي في بان ماغي نبدا كل خطره نزيدها شويه ماء والماء يكون طايب. راكم تشوفوا نزيد غير بشويه وانا نحرك. شوفوا كي قساحت تقولوا صاي ضاعت الشوكولا. لا، صبروا عليها. راكم تشوفوا كي بدات تطلق روحها، ها هي راها شويه راها شاده روحها. نزيد ثاني شويه ماء، وقلت لكم ما طايب ماشي ما بارد، ونبدا نخلط حتى تولي جاريه. ها هي صاي بدات تشكل لي الشوكولا اللي نبغيها. ها هي نتاع الطليه، جربوها وتشوفوا. قلت لكم نكمل دروك النص الثاني نتاع هاد الهليلات وندير لهم الشوكولا بهذا الشكل ونكمل الحبات كاع. من الاحسن شوفوا كي نكونوا دايرين طريه تاع الشوكولا نديروها في بلاطو وعليه هذاك داك الكيس بلاستيكي، احسن من هذيك اللي تقعد تكطر الشوكولا. هذيك غير الغسيل تاعها يبهدل، كنتو حاصرين غير بالغسيل تاعها. هكا تاع الكيس بلاستيكي اذا غير ترفدوا الكاطو تقيسوا داك الكيس بلاستيكي. نجي لهادو الشكل تاعهم. شوفوا كيخرج شباب. هنا جاتني زوج افكار، اما نخليها هكا ولا نرمدها في النوا كوكو. اذا هنايا سواء رمدتها في نوا كوكو ولا خليتها غير هكا. نعاود قلت لكم سواء درت لها نوا كوكو ولا خليتها هكا. هنا علاش ندير العسل؟ خاطركم عارفين هاد خاطرش هاد لاباط اللي خدمتها ما فيهاش السكر بزاف، راه فيها غير زوج كيسان سكر كلاص. اذا ما غاديش تجي حلوه بزاف، اذا لابد ندير هاد العسل. اذا كنت تشوفوا هنا اما نرمدها في نوا كوكو، بصح كي نرمدها في نوا كوكو هذاك الشكل نتاعها الشباب يمشي لها. اذا جاتني ايدي النص ندير له كيما هكا نوا كوكو والنص نخليه غير هكا مطلي بالعسل. راكم تشوفوا يقعد بري. بويسك هذا الشكل عنده ان ترو في الوسط، قلت ندير له الشوكولا في الوسط. وهنا كما بغيتو ديروا التزيين نتوما لكم الاختيار. الاخرى ثاني ندير لها شوكولا في الوسط. اذا انا كنت تشوفوا غير من هذا النوع ثاني خرجت نوعين. دوك نمشيو للكاطو الثالث. هذا واش درت حاجه سهله. درت سكر كلاص مع بياض البيض. خدمت هاد لا كريم تاع السكر كلاص والبياض البيض، وبديت درتهم في كيس بلاستيكي، درت له ثقب صغير وبديت نرشهم كاع في خطره. هنا قلت لكم التزيين لكم الاختيار كما بغيتوا. اذا هنا واش ندير؟ درت الجناب، درت لهم دائما العسل، كنت محمياته باش يكون جاري شويه خاطر العسل ثقيل. اذا كاع الجوانب كيما هكا
نمسحهم بالعسل ونرمض كيما هكا في الكاوكاو المحمص والمرحي. وهذه تعتبر طريقة تزيين أخرى. اذا ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. هادو هما الوصفات نتاعي تاع هذا الفيديو. اذا ما تنساوش تركوا تعليقات ودعم القناه بالاشتراك فيها، وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر، ومع السلامه.